الحمد لله رب العالمين. خلق آدم واجتباه، ورفع إدريس مكانا عاليا وآواه. وجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة، وجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة، وجعل النار بردا وسلاما على خليله ومصطفاه، ونجى إسماعيل من الذبح وبالكبش فداه، وأنقذ أيوب من بلواه، واستمع إلى يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته وعنايته ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه، وكلم موسى على جبل الطور وناجاه، وناداه قائلا له إنني أنا الله، وجعل عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وجعل حبيبه المصطفى سيد خلقه وخاتم أنبياه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نعلو بها أعلى الدرجات ونفوز بها بالجنات يوم عرضنا على الله. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين على الله، نطقه ذكر وصمته فكر وقرة عينه في الصلاة، أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى رقاه، وفيما بعد سدرة المنتهى قربه وأدناه، وقال له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة الشيخ محمد علي، بارك الله لنا فيه وفي حملة القرآن. التلاوة كانت من سورة طه، صلى الله وسلم وبارك على صاحب السورة. الله جل وعلا يقول لسيدنا موسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بل القيامة جاية، ولما ربنا يقول لك جاية تبقى جاية. عشان كده لما اتكلم عنها قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طيب، يلي بتقرأ القرآن، يلي انت مؤمن بالقرآن وبحبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعمل بسنته، ماذا أعددت للساعة؟ أعددت للقاء ربنا إيه؟
الواحد عافانا الله وإياكم لما يجي له دعوة من المحكمة احضر أمام القاضي ما بينامش، قاضي من البشر، ويقول لك الحق أقوم محامي. ليه يا عم؟ أصل غلطة مني هتوديني في داهية. طب لما تروح للقاضي الحق سبحانه وتعالى، خدت معاك ايه يدافع عنك؟ ده الشهود هتبقى منك، جوارحك هي اللي هتنطق. خلي بالك، اليوم نختم على أفواههم، اللسان اللي كان متعود على الكذب هيسكت مش هيتكلم. وتكلمنا أيديهم، الإيد هتقول يا رب أنا زورت، أنا خدت فلوس حرام، أنا مضيت على عقد زور، أنا شهدت شهادة زور، أنا أذيت فلان، أنا ضربت فلان. إزاي تشهد عليا أني؟ نعم. تقوم أنت تقول لها كده إيه اللي خلاك تنطقي؟ إيه اللي خلاك تشهدي عليا؟ فتقول الجوارح أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يبقى قبل ما تأذي إنسان فكر شوية في لقاء الواحد الديان. إن الساعة آتية، القيامة جاي، وعنوان المحكمة هناك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. خلي بالك، وفي المحكمة هناك ما فيش حكم غيابي، وفي المحكمة هناك هتستلم الحكم بإيدك، والحكم هناك ما فيش معارضة، حكم نهائي. خلي بالك، وهتبقى رايح هناك لوحدك يا حلو، وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا. لا معاك منصب ولا مال ولا جاه ولا سلطان، رايح لوحدك، هتنسئل لوحدك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع حاجات هتنسئل عنهم. رجلك مش هتتحرك من أرض المحشر إلا ما تنسئل عن الأربع حاجات دول. عن عمره فيما أفناه، اللي يقول لك سيبنا نعيش يومين يا عم، سيبنا أشرب، سيبنا أعمل، سيبني أروش عن نفسي شوية كده، وبعدين نبقى نتوب، وبعدين نبقى نستقيم، ويجي يتجوز ويبقى راجل خايب برضه، وده انه ماشي زي ما هو. خلي بالك، هتنسئل عن عمرك. وعن شبابه فيما أبلاه، زهرة عمرك ضيعتها ازاي. وعن ماله، بس السؤال دي له شقين اتنين، من أين اكتسبه وفيما إيه؟ وفيما أنفقه. جبته منين وصرفته في إيه؟ خلي بالك. وماذا فعل بما علم أو فيما علم؟ سمعت كتير، طبقت إيه؟ نفذت إيه؟ خلي بالك. فرب العالمين سبحانه وتعالى قال لك لتجزى كل نفس بما كسبت، بما تسعى. كل نفس بما كسبت رهينة، فمن باب أولى حاسب نفسك وانت هنا، وراجع حساباتك وانت هنا. بلاش نفسك الأمارة بالسوء دي تبقى متمكنة منك، لأن النفس أنواع. أول نوع اسمه النفس الأمارة،
والنفس الأمارة دي بتعشق المعاصي، عايزة الشهوات. طب مين اللي بيشكل لها في الشهوات؟ الشيطان. الشيطان اللي بيشكل في الشهوات. وبعد إذن حضراتكم، مجلس العلم ما ينفعش فيه سجاير، لأنه تحضره الملائكة، والملائكة تتأذى من النار. فاتق الواحد القهار واستمع لكلام حبيبك المختار صلى الله عليه وسلم. سيب روحك شوية كده هي اللي تتغذى. النفس الأمارة الشيطان يقعد يقول لها أنا هشكل لك النهاردة شوية معاصي، تلغي العقل تعمل اللي هي عايزاه. إن النفس لأمارة بالإيه؟ بالسوء. طب أنا عايز ألحق نفسي، النفس دي هتوديني في داهية. عايزين نرتقي بالنفس شوية. قال لك فيه نفس لوامة. إيه النفس اللوامة دي؟ هي التي أقسم الله بها في سورة الإيه؟ القيامة. النفس اللوامة دي بتعمل إيه؟ دايما شغالة لصاحبها، أنت ليه أذيت فلان؟ ليه عملت كذا؟ حتى لما تيجي تاكل تقول لك أنت بتاكل ليه؟ عشان تستعين على طاعة ولا على معصية؟ طب أنت قصرت ليه؟ طب أنت ما صليتش ليه؟ طب أنت ما زرتش فلان ليه؟ طب أنت ما قدمتش خير ليه؟ شغالة لوم ليك على طول. لما تلاقي نفسك استجبت وغيرت، يبقى انتقلت من نفس أمارة إلى نفس إيه؟ لوامة. ودي حاجة حلوة، خلي بالك. طب لما تعوز ترتقي بالنفس شوية، نفس مطمئنة. هذه النفس ما يفرقش عندها لا بلاء ولا رخاء، راضية مسلمة الأمر لله. المتوفاه رحمها الله ابتلاها الحق وكانت ولا نزكيها على الله صابرة محتسبة راضية. طب لما توفاها الله، الإنسان اللي راضي ومسلم أمره لله وراضي بقضاء الله وقدره، يجي قدام ربنا عايز يقول له يا رب أنا كنت صابر ومحتسب وراضي، وكانت الدنيا متعطرة معايا وكنت مسلم الأمر لك وراضي تمام، وعايز يتكلم. فالحق سبحانه يقول يا عبدي انتظر، يا ملائكتي خذوه واغمسوه في الجنة غمسة. خذوا العبد اللي اتبهدل في الدنيا ده هو، وكان راضي ومسلم الأمر ليا وما اعترضش أبدا، وروا له نعيم الجنة كده. فساعة ما يروح لحد الجنة كده ويشوف نعيمها ويشوف قصرها، فالملائكة تجيبه تاني. ربنا يقول له ماذا تريد أن تقول يا عبدي؟ يقول يا رب لو عشت مقطوع اليدين والقدمين أحبو على بطني، يعني مبتلا بأصناف البلاء منذ أن خلقتني إلى يوم لقائك، وهذا جزائي وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط. ما شفتش ألم في حياتي أبدا. عشان كده الميت المبتلى في الدنيا اللي كان راضي ما تزعلش لما ربنا يتوفاه. ليه؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليكون للرجل المنزلة العظيمة عند الله. ربنا كاتب لك مكانة في الجنة عالية أوي، فما يبلغها بالعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. يقول له أنت وصلت للمنزلة اللي أنا كتبتها لك، تعال بقى يا حبيبي وشوف اللي أنا عملته لك هناك. عشان كده النفس المطمئنة لما ينزل البلاء ما تزعلش، لما ربنا يديها تشكر ربنا وما تغفلش عن شكر الله. هذه النفس المطمئنة ترتقي إلى راضية. ولذلك رضي الله عنهم ورضوا إيه؟ ورضوا عنه. يعني إيه؟ عشان كده ستنا ربعة العدوية لما سمعت راجل بيقول اللهم ارضى عني، قالت له هل أنت راض عن الله كي يرضى الله عنك؟ قال كيف أرضى عن الله؟ قالت أن يكون فرحك عند البلاء كفرحك عند الرخاء. شوف لحد فين. إنما لما تلاقي نفسك ربنا ابتلاك كده، ليه كده يا رب؟ وعشان إيه يا رب؟ بقى الدنيا متعطرة معايا، الواحد بيقوم مش عارف منين يقع فين،
وعمال اعتراض وعمال زعلان من ربنا قوي. تعترض على مين؟ على مين بتعترض؟ أتشكو الخالق للمخلوق؟ سيدنا يعقوب لما ابنه بعد عنه 40 سنة، 40 سنة ابنه بعيد عنه، سأل ملك الموت قال له يا ملك الموت انت قبضت روح ابني يوسف؟ قال له لا. تخيل لما يبقى الأب عارف ان ابنه عايش بس ما يعرفش هو فين. 40 سنة ابيضت عيناه من الحزن. قالوا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إيه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ارفع المسألة له وسيب الباقي عليه. أصل البشر هيعمل لك إيه؟ ألف سلام، روح للدكتور الفلان معلش. لكن رب البشر لما ترفع له القضية برمتها هو قادر على كل شيء. فاوعى تعترض وسلم الأمر لله. عنوان المحكمة هناك ما فيه ظلم. هتستلم الحكم بإيدك؟ نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، استلم كتابك يا حلو، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. هي دي الشهادة الحقيقية، هو دي الفوز الحقيقي. لكن أي شهادة رأيتك في الدنيا أو ارتقيت بها في الدنيا فهي زائلة فانية. عشان كده ربنا ادالك درس حلو قوي خلي بالك منه. ساعة ما نزلت للدنيا طلعوا لك شهادة ميلاد. خدت الابتدائية قالوا لك الشهادة اهي، اعدادية ثانوية الشهادة اهي، الكلية بامتياز الشهادة اهي، والتقدير عليها اهو، اتعينت بالشهادة، اترقيت بالشهادة. فرب العالمين جعل لك شهادة هتطلع لك بس مش هتشوفها، لانها هتطلع لك بعد ما تخرج من الدنيا. اسمها شهادة ايه؟ وفاة. كأن ربنا بيقول لك لما تمسك الشهادات في الدنيا اوعى تتعالى على الخلق وافتكر الشهادة اللي هتطلع لك بعد ما تخرج من الدنيا. تتكبر على مين؟ ياما ناس مسكت مناصب من زمان ولحد النهارده بيذكروا بالخير، وناس مسكت مناصب واموال واول ما ماتت الناس نسيتها. فاوعى المنصب يغرك، واوعى تتكبر على الخلق، واوعى نفسك الاماره بالسوء تضيعك. كن سبب ان واحد يتعين، واحد يتوظف، امشي في خير لواحد، كل دي قاعد لك. لما تيجي سيرتك بالخير والناس تثني عليك بالخير كل ده جاي لك. لما مرت جنازة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، مين اللي مات؟ قالوا فلان، كان راجل طيب، كان راجل بيخدم الناس، كان راجل ركن خير في البلد، كان بيعمل لله وبيخدم لله. فقال النبي وجبت. مرت بعدها جنازة تانية، مين اللي مات؟ قالوا فلان. فالناس قالت ربنا ريح الناس من شره، ده راجل كان شر وكان مؤذي وكانت عينيه تفلق الحيطة، كان راجل تخصصه الحسد بس، كاره عينه يقعد في حاله طول الليل عمال يفكر في الشكاوى للناس، إن ما لقاش حد يشتكيه يشتكي نفسه. في ناس لكده، ناس قاعدة ليل ونهار لكده شر. فلما الصحابة عرفت إن فلان مات قالوا لسيدنا النبي الراجل ده كان شر يا رسول الله. فقال الحبيب وجبت. قالوا يا رسول الله قلت في الجنازة الأولى وجبت وفي الثانية قلت وجبت. قال حينما أثنيتم على الجنازة الأولى خيرا وجبت لها الجنة، وحينما أثنيتم على الجنازة الثانية شرا وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. شفت الحد فين؟ مشهد تاني يا رسول الله.
جنازة مرت على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي توفى؟ قالوا فلانة كانت ست طيبة وبتعمل خير، وكانت تتصدق بالأثوار من الأقط، حتة الجبنة اللي في طرف الحصيرة كده هي اللي تملكها، تقدر تتصدق بيها، وكانت لا تؤذي جيرانها، فقال النبي هي في الجنة. يبقى الجنة على قد ما هي غالية، بس تمنها في متناول ايدك، تمنها في متناول ايدك والله. قلب نظيف وكلمة طيبة، خدمة قدمها للناس لوجه الله، امشي في صلح بين اتنين، امشي في صلح بين متخاصمين، ما تخليش العملية بينهم نار، ما تروحش على انك بتصلح وتفسد وتزود العملية. يا اخي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من اعان على خصومة فقد باء بغضب من الله. يا اللي عمالين توقعوا بين الناس، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام. مين النمام ده؟ لقى اتنين متخاصمين، راح على انه بيصلح. مين اللي زعلك يا حاج محمد؟ يقول له والله محمد فوزي زعل. عمل ايه؟ يقول له قال وقال وبني ادم صفته وغلط. راح واخد الكلام هو وراح نقله الناحية التانية. كده اصلح ولا افسد؟ افسد. انت عند ربنا اسمك نمام، مش هتشم ريحة الجنة. وياما ناس تخصصها كده، يقول لك احنا عايزين نصلح. اتنين راحوا لسيدنا عمر بن الخطاب عايزين نصلح بين فلان وفلان، هتروحوا تصلحوا؟ قالوا ايوه هنصلح. فلما راحوا يصلحوا جوهم اصلحتوا بين الناس الاتنين دول؟ قالوا ما رضيوش. فراح خابطهم علقه حلوه قوي. ليه يا امير المؤمنين بتضربهم؟ قالت لربنا قال ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، وانتوا كنتوا رايحين منتوش ناويين ايه؟ اصلاح. ولذلك اغلب القعدات العرفيه النهارده الا ما رحم ربي محكوم عليها بالفشل. عارف ليه؟ لان الطرفين الاثنين مش عايزين صلح. ادي اول حاجه. كل واحد بايت كده عمال يراجع ويكتب موقف الفلاني والحاجه الفلانيه، ابان قدام الناس ان انا صاحب حق. اللي رايحين يصلحوا ما طبقوش اللي ربنا قال لهم عليه. اهم حاجه الجلابيه الاتنين قطان والبرفان، ونقعد في انه مكان مضي وصولات وشيكات للامان، وبعد ما نقعد ونشرب وناكل نشوف مين اللي غلطان. مش قاعده صلح دي، مش قاعده صلح. ده رب العالمين وضح لنا قاعده الصلح ازاي في الناس اللي هتروح. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من إيه؟ طب الناس اللي هتروح الحكام دي يعني يا رب إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ربنا ممكن ينزل ملائكة كده تهدي الطرف معاهم بين الطرفين، تهدي العملية. ملائكة تنزل من السماء طالما النية لله والسعي لله. طب احنا ما نعرفش هم ناويين اصلاح ولا لا؟ نيتهم ان يريد اصلاحا ان الله كان عليما ايه؟ خبيرا. خلي بالك، هو خبير عارف اللي رايح ده، وعليم عارف اللي رايح ده ليه. طب لما يقعدوا في القعده اول حاجه تنعمل ربنا بينادي الجماعه اللي هيحكموا يا ايها الذين امنوا. يا اللي هتقعدوا في الحج انتوا اخوات ومالكوا بركه الله بعض. ما احنا عارفين ان احنا اخوات، بس في حقوق ضايعه. في اخ واكل حقك، امال احنا جايبين حضرتك ليه؟ ما البطاقه اهي، انا باسم ابويا وهو باسم ابوه، ابويا برضه، لكن بين الحقوق اللي ضايعه. يقول لك اصل اللي يقول الحق النهارده ما يخلصش. ما انت جاي تقعد ليه؟ وفي واحد كده يقعد يقول لك اصل لو جه الحج على واحد صاحبي يقول لك الحج مناصفه. يا سلام، انت كنت ماسك الميزان بالجرام؟ مناصفه ازاي؟ بين الحقوق. يا ايها الذين امنوا كونوا
قوامين بالقسط شهداء لله. انت راح تقول الشهاده لمين؟ لله، مش عشان فلان. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. اسمع الحته اللي جايه دي. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. يعني واحد مبسوط ومعاه مليارات، مسلف واحد مبلغ وكالوا عليه، انت ما تجيش للغني تقول له يا عم هم ال10,000 جنيه هيعملوا لك حاجه، ما تتنازل عنهم. لا يا حبيبي، قول للفقير انت استلفت فلوس ردها، كلت فلوس ردها، لو جنيه واحد بس. حكايه الغنى والفقر دي بتاع ربنا، انت مش مدعي عشان تفاصل بين الاثنين، انت مدعي تقول حج، كلمه حج ابتغاء مرضات رب العالمين. ادي في الله يقعدوا. طب في الاثنين اللي هيصلحوا، اسمع النبي عليه السلام قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا مظلوم في حق مادي هتاخده، في حق معنوي سامح. طب والظالم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له من خاصم في باطل وهو يعلمه فقد باء بغضب من الله. عارف انك انت دهوست وانك انت غلطت وان اللي قدامك صاحب حق، بس عنوانك اعلى مفخلك اركبه وريني هتعمل ايه. لا يا حبيبي، حضرة النبي عليه السلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله الواحد منا يحب يكون شكله حلو وجلبته نظيفة كده. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. ترد الحق، أنا مش غلطان يا عم. وغمط الناس، انت مين يد عشان تحكم عليا؟ احتقار الناس. عشان كده الجلسة القرآنية أثمرت بقلوب صافية، أثمرت بعفو، أثمرت بلم شمل الأسرة، فذكرها الله في قصة يوسف. لما الإخوات قعدوا مع بعض الغلطان قال إيه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أخ قال أنا غلطان وحقك علي. طب واللي انظلم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أختم بالحتة ده في سورة يوسف برضو في قعدة الصلح. سيدنا يوسف بيقول لأبوه وقد أحسن بي إذ أخرجني من الإيه؟ من إيه؟ من السجن. استنى بس، طب ما قبل كده خرجوا منين؟ من الجب. طب سيدنا يوسف ما ذكرهاش ليه؟ احنا اصطلحنا، اسمع الحتة دي وخليها معاه. اصطلحنا هو والغلطان قال انا غلطان، وسيدنا يوسف خلاص لا تسريب عليكم، ما فيش عتاب النهارده، صفحه جديده واحنا اخوات، وعلامه نقاء القلب القلوب نظيفه. دعا لهم يغفر الله لكم وارحم الراحمين. لان من اللي رماه في الجوب؟ اخوات. طب احنا اصطلحنا ما نفتحش في الماضي، ما تتكاش لاخوك على الجرح القديم. طالما جالك لحد عندك وقال لك حقك عليا ومدي لك ايده بالخير، ولو انا لك فلوس خدها، لك ارض خدها، لك عقد خده، مش هاكل حقك، وان كنت ظلمتك وجرت عليك سامحني. قول له مسامحك ونقطه ومن اول السطر، وبلاش نفتح في الماضي، لان اما تفتح في الماضي تبقى انت راجل فاضي. كل شويه تتكه كده عايز تعمل قعدات تاني وتالت ورابع. يا ريت نرجع حساباتنا ونصفي قلوبنا. ليه؟ إن الساعة آتية، فالحق نفسك وانت هنا قبل ما تروح هناك. أقف عند هذا الحد، فلكل بداية نهاية وحد، فاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واعلموا أن الموت آت لا يصد ولا يرد، وستوضع في قبرك وحيدا فريدا والباب عليك يسد، وفي القبر سؤال فجهزوا له الرد. فاللهم اغفر لمن اجتمعنا من أجلها واجعل مثواها الجنة،
ولقنا حجتها، اجعل ثواب صبرها على بلائك لها في ميزان حسناتها، عاملها بفضلك لا بعدلك، عاملها بإحسانك لا بميزانك، جازها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اجعل قبرها وقبور المسلمين نورا، اجعل قبرها وقبور المسلمين روضة من رياض الجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. اللهم يسر لنا كل أمر عسير، وفك عنا كل كرب يا علي يا قدير، وأخرجنا من هذه الدنيا بسلام، وأدخلنا الجنة بسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشكر حضراتكم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.